السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخي. تعالوا النهارده نعمل ميكس جميل جدا ما بين الكشري والفراخ. هنعمل كشري بالفراخ او فراخ بالكشري، سموها زي ما تسموها. متهيألي محدش جرب ياكل فراخ جنب الكشري او الكشري جنب الفراخ. هنعمل النهارده الميكس الاتنين مع بعض، وهنعملهم في الفرن مع بعض بطريقه سهله وبسيطه جدا. انصحكم تجربوا الطبق ده، ما شاء الله مليان نكهات حلوه قوي. الفراخ واخده من نكهه المكرونه وتتبيله المكرونه، والعكس طبعا المكرونه واخده من صوص الفراخ. طبق ميكس خطير جدا، هيعجب الاولاد وهيعجبكم. حتى المكرونه المتبقيه بدون فراخ طعمها حلو جدا ولذيذ. انصحكم تجربوا الطبق ده ان شاء الله، وهيعجبكم وهيعجب اولادكم. ويلا بينا نخش على المقادير والطريقه. بغرف لكم طبق بس كده تاني عشان تشوفوا حلاوه المكرونه وازاي طالعه مفلفله ما شاء الله، والفراخ لونها حلو وطعمها لذيذ جدا. شويه ورد كده من بصل الورد بتاع الكشري. يلا بينا على الطريقه والمقادير ان شاء الله. انا استخدمت مبدئيا وراك، عايزين تستخدموا فرخه كامله اللي يعجبكم، عايزين تقطعوا الوراك وتقطعوها اصغر من كده اللي يعجبكم برضه. التتبيله سهله جدا، عباره عن معلقتين من الصلصه او معجون الطماطم، احط عليها كمون، تتبيله الكشري بتاعنا او صلصه الكشري بتاعنا. احط عليها كزبره ناشفه، دي شطه الاول حطيت شطه، بعد كده احط كزبره ناشفه، وهنحط الفلفل الاسود اللي هو داخل في كل اكلنا، حشري في كل الاكل. تمام. شويه ملح طبعا ما ننساش ملحنا. بعد كده هنحط زيت زيتون او زيت نباتي اللي يعجبكم، ونمكس الخليط ده كله مع بعضه. شفتوا تتبيله اسهل من كده؟ زي ما قلت لكم تتبيله الكشري. طبعا انا ولعت الفرن، انا هعملها في الحله حبيبتي، حله تبروير. اللي ما عندوش الحله دي قبل كده قلت لكم في صينيه ونكمرها كويس، او في حله بغطا اللي هي بتخش في الفرن. لو عندنا حلل بتخش الفرن بالغطا بتاعها كده. حطيت الفراخ في الحله وادخلها الفرن على الشبكه. خدت تقريبا ساعه لحد ما ما تستوي معايا. هي ساعه الا ربع، لان لسه هكمل سواها طبعا مع مع المكرونه. تمام. ادخلها الفرن على الشبكه طبعا. هنا بقى احضر البصل بتاع الكشري اللي هو الورد. قطعت بصل جوانح، وعشان يقرمش معانا حطيت له معلقه نشا صغيره، ودعكتهم كده مع بعض وحمرتهم في زيت غزير. تمام. هيفضل معاكي مقرمش لاخر معلقه بتاكليها. شايفين اللون والقرمشه؟ تحفه بجد والله. كده البصل خلص. الفراخ طلعت بعد الساعه، هي لسه ما استوتش طبعا. تمام. هدهنها بالصوص اللي نزل منها ده، واسيبها تكمل سواها بدون غطا عشان تديني برضو لون حلو. استوت الفراخ كده، نبتدي بقى نشتغل في في المكرونه. نرفع الفراخ بتاعتنا. تمام. زي ما انتوا شايفين حلوه ازاي. ممكن بدون كشري وبدون مكرونه ناكل الفراخ بالطريقه دي، تحفه ولذيذه برضو. هنا ده الصوص اللي نزل من الفراخ. احط عليه بقى نص كيلو من المكرونه، اي شكل تفضلوه واي نوع بتحبوه طبعا. ده نص كيلو. انا استخدمت اللي هي القلبو، اللي هي الكوع. ايوه. تمام. بعد كده هحط عليه عدس مسلوق. العدس ده سلقته تقريبا 85%، عدس بجبة اللي هو عدس الكشري. حطيت كمية مناسبة طبعا للمكرونة. وعندي صلصة طماطم. حطيت الصلصة وحطيت مية سخنة مغلية، وهنقلبهم كلهم مع بعض كده. تمام. وهندوق الملح بتاعها. حسيت ان هي محتاجة ملح، حطيت لها شوية ملح وشوية فلفل اسود. هنا بديها شوية بصل من البصل المتحمر، بصل الكشري. تمام. وهديها رشة من الفلفل الاسود واظبط ملحها. تمام. ونقلب الخليط ده كله مع بعضه. وطبعا الفرن لسه مش شغال، احنا ما طفناش الفرن. تمام. وما نزودش ميه على المكرونه لان دي داخله الفرن، لان الاكل في الفرن بيحتاج ميه او سوائل اقل من ما بيكون على وش البوتاجاز او على عين البوتاجاز. هنا بقى هحط الفراخ على المكرونه بالصلصه بتاعتها كده. هي الفراخ شبه استوت، بس احنا هنديها تسويه زياده وهنديها لون زياده. هندخلها الفرن بغطاها برضه، هنغطي الحله
وندخلها الفرن لحد ما تستوي المكرونه وتطلع معانا جميله زي ما انتوا شايفين كده. والفراخ خدت لون زياده. تمام. عايزه اوريك المكرونه وهي مفلفله مش معجنه خالص. ما شاء الله الريحه جميله جدا. والطعم بجد بجد لازم ان شاء الله تجربوا الطبق ده، هيعجبكم ويعجب الاولاد قوي قوي قوي. يلا نغرف طبق بقى كده ونقدم المكرونه بتاعتنا دي او الفراخ بتاعتنا دي بطريقه حلوه كده، والف هنا لكل اللي هيعملها وهياكلها ان شاء الله. اتمنى تجربوا الطبق ده باذن الله، واتمنى اذا عجبكم الفيديو باذن الله ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.